السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. أنا كان في أيام بتيجي عليا بخرج كده بالليل في وقت متأخر لوحدي خالص، أمشي كده في الشارع مش عارف راح فين ولا هعمل إيه بالظبط، لكن حاسس باحتراق نفسي شديد جدا لدرجة إنه هلع، انهيار، يعني أحيانا في بكاء. الموضوع ده صعب ومش سهل خالص، وأنا عارفه كويس جدا وعشته. وأنا أقول لكم حاجة بس للناس اللي حاسة الإحساس ده، الناس اللي فقدت الشغف، حاسة إن هي مش قادرة تستحمل، مش قادرة تسيطر، إن هي لوحدها، حاسة إن أي عتاب حتى لو صغير بيتعبوا جدا. وبالذات طبعا لو عندك ADHD أو بتشك إن عندك ADHD وحاسس إنه طول عمرك لابس كده قناع ماسك عشان ترضي الناس اللي حواليك لحد خلاص بقى ايه، منطقتك خلصت تمام. فالكلام ده ليكم انتم يا حبايبي، وانا ما اقدرش اقول غير ارجوك اسمعوا للاخر. مش معنى ان انا كنت بمشي كده في الشارع وتعبان نفسيا ان انا ما كنتش مثلا محقق اي نجاحات في حياتي وفاشل. يمكن تكون نجحت فعلا في حاجات كبيره جدا في حياتك، شغلك، دراستك، كنت اتجوزت، فتحت بيت، يعني الناس شايفه من بره انك انسان مكمل وماشي وعايش حياته كويس جدا يعني. بس هم بقى مش شايفين الحرب الطاحنه اللي دايره جوه دماغك كل يوم، كل ساعه، كل لحظه. مش شايفين انك بتعمل اضعاف مضاعفه من المجهود عشان بس توصل انك تبقى انسان كده عادي بتاع الناس، يعني الناس التانية اللي ملهاش علاقة باللي بيحصل في دماغك جوه. المعاناة اللي بتحصل لك في كل حاجة، لو انت طالب في مذاكرتك، لو انت زوج في قلق، لو انت بتشتغل في شغل محتاج منك جهد في تشتت، لو انت حاسه كده دايما بتصحب احساس بفشل وذنب مستمر، حرفيا يعني كاننا بنلعب يعني الحياه. عارفين في الجيمز اللي بيسموه مستوى الهارد مود ده، ومش عارف اسمه اصعب مستوى يعني في اللعبه كده، بتكتف يعني. انا عايز اقول لك واقول لك حاجه مهمه جدا ويا ريت تصدقوها. اللي بتمروا بيه ده دلوقتي والله العظيم ما له اي علاقه بالفشل، ولا له علاقه بالكسل ولا الدلع خالص. ومكانه مش انك يعني شخص ضعيف او مثلا ايمانك ضعيف او حاجه زي كده، لا. اللي بتمر بيه ده يا حبايبي ليه اسم علمي والله، وتفسير واضح جدا في عالم ال ADHD. ده اسمه الاحتراق النفسي الكامل، severe burnout. وده بيحصل امتى؟ بيحصل لما القناع اللي احنا بنلبسه بينهار، قناع التكيف الفاسد، انه الجسم والشخصيه والجلد اللي انت كنت عايش جواه، الشخص اللي انت مش انت، بدأ يزول. فجهازك العصبي طبعا لسنين كان فاضل شغال على اقصى طاقته، سنين طويله جدا، بيحاول بقى يحتوي اللي حواليه، يحاول يرضي الاهل، يرضي شريك حياته، زوجته كده يعني. وكمان في انتقاد دائم طبعا لحد بقى ما الكوبايه اتملت خالص، ملت وفاضت. هنا بقى بتظهر حاجة اسمها الحساسية المفرطة للرفض والنقد، اللي هي بيسموها RSD Rejection Sensitive Dysphoria. عشان كده دلوقتي أي كلمة تقدر تجرحك، أي انتقاد بيهدك، لأنك يا حبيبي ويا أختي الفاضلة ببساطة استنزفت. والمشكلة الأكبر إنك من غير ما تحس بتشتغل ضد نفسك والله. وخدها من المجرد، يعني بتبذل مجهود خرافي عشان ترضي ناس حواليك مش مقدرين معاناتك خالص. ولما انت بتنهار وتتعب بجد بقى، وتروح مثلا تطلب منهم هم الاحتواء والفهم والتفهم، وما تاخدش ده منهم، محدش يديك احتواء، محدش يتفهمك، تحس بقى ان انت بتشحت منهم المشاعر، ووجعك بيزيد اضعاف، وتجلد نفسك اكتر. انا رحت ليه اصلا؟ ده انا انسان وكذا كذا كذا. طيب يا حبيبي ايه بقى الحل؟ نبدأ منين واحنا في قمة الانهيار ده؟ رقم واحد، وقف شحاتة المشاعر دي. أرجوك بلاش تطلب الاحتواء ده والفهم والتفهم من ناس فقد القدرة تماما إنها تديك أي حاجة. تقبل مؤقتا إنهم مش هيفهموك ومش هيفهموا طبيعة مخك دلوقتي على الأقل. ويبدأ أنت كون نفسك. انت السند الحقيقي لنفسك. دي اهم حاجة لازم تقتنع بيها. رقم 2، في حاجة اسمها detachment، اللي هي الانفصال الشعوري، الانفصال الشعوري المؤقت. يعني اعمل حدود كده عاطفية في بيتك انت. يعني انت تقدر تأدي واجبات أساسية طبعا تجاه مثلا ولادك، زوجتك، زوجك كده، يعني شغلك، حاجات زي كده، لكن اسحب طاقتك تماما من محاولات إرضاء الناس. الكلام ده انساه خالص يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني خلاص أنت وسعك دلوقتي خلص، عندك سيفير بيرن، احتراق نفسي كامل. رقم 3، ادي لنفسك رخصة في الانهيار التام. أنا عارف إن دي حاجة صعبة حد يسمعها وهو أصلا منهار، لكن أنا قصدي إيه؟ يعني لما تزعل اسمح لنفسك، ما تقعدش تحارب، ما تجاهدش، خلاص ادي المساحه دي. ازعل، مش لازم تكون الانسان القوي طول الوقت وكده، انسى الكلام ده خلاص. انت خلاص الماسك وقع، القناع وقع. مش لازم تكون الشخص المثالي اللي بيحل بقى مشاكل الناس اللي حواليه ويرضي الناس، لا. من حقك يا اخي الحبيب، يا اختي الكريمه، من حقكم تفصلوا خلاص. من حقك تعيط وتبكي
بدون جلد ذات، بدون ان انت تحس ان انت انسان ضعيف ومجنون وهيقولوا ويعملوا. لا، ليه يا حبيبي؟ دي حاجه والله العظيم في مخك. المخ ده وجهازنا العصبي بيحتاج المساحه دي. ليه؟ عشان يعيد الشحن ويرجع تاني، ونعرف نبني بقى ايه الحاجات اللي هي هترجعنا للي احنا عايزينه ونتمناه. معلش انا اسف، انا طولت يعني في الكلام، لكن والله انا حسيت بالكلام ده جدا وانا بتمشى دلوقتي، الفرق اللي حصل لي انا يعني، فقلت اشارككم. اخر حاجه بس، المساعده مهمه. المساعده من انسان متخصص دي على فكره مش حاجه رفاهيه، يعني انت بتكون محتاج فعلا مساحه امنه تتكلم فيها، يعني من غير ما حد يقول كلام عنك او يحكم والكلام ده كله. يمكن يكون دكتور نفسي، يمكن يكون مثلا حد انت بتثق فيه، حد انت عايز تكلمه مرتاح له، زوجتك، اي. المهم يكون انسان فاهمك وفاهم الاي دي اتش دي، ويقدر يسند جهازك العصبي ده المنهك باسلوب كويس، سلوكي كويس، سلوك بالدواء حتى لو انت تحتاجه كده يعني. امر تاني بس افتكرته دلوقتي قبل ما اقفل معاكم يا حبايبي، انه لو ولادك، لو انت اب او انت ام وشايف ان ولادك دول صعبانين يعني عليك عشان شايفينك مثلا حزين او عصبي طول الوقت، او بتقفل نفسك الاوضه بتقعد هناك بفتره طويله وكده، افتكر دايما هم الاولاد دول يا حبيبي محتاجين اب او ام عندهم كده عافيه، متعافين يعني، مش اب وام مثالي بس في استنزاف تام ومنهار وكده، لا طبعا. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، يعني شايف سعيك ده وعارف انك بتعافر لوحدك في امواج عاليه جدا. فاللي بنى كل النجاحات اللي فاتت دي كلها هو انت، في ظروف مستحيله، مش كده؟ طبعا دلوقتي ان شاء الله تكون قادر كده تقف على رجل تاني، بس المره دي هتقف على رجل عشان نفسك انت. فخد وقتك، ارحم نفسك، واعرف انك مش لوحدك. ما تنسوش لو الكلام ده ساعدكم شيروه، يمكن يساعد حد تاني. بحبكم في الله، اخوكم انس معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.